بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ انا سمر من قناة بنوتة منيوية. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض البيتزا، ولكن اتمنى منكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك، وانكم تعملوا اعجاب للصفحة وتعملوا لايك وكومنت للفيديوهات وشير للاصدقاء لكي يصلكم كل جديد. وما تنسوش تتابعوا حسابنا على الانستجرام باسم بنوتة منيوية برضو. النهاردة يا بنات هنعمل مع بعض بيتزا خفيفة وسهلة وبسيطة، واتمنى ان هي تعجبكم. هنقول مقادير العجينة مع بعض، وبعدين تتوالى المقادير الصلصة والحشوة. هنقول هنا المقادير. هنا عندنا 4 كوبايات دقيق، وربع كوباية زيت، وذرة ملح او رشة ملح. هنا عندنا نص كوباية مية حطينا فيها معلقة كبيرة خميرة فورية ومعلقة سكر. هنا عندنا 3 معالق كبار لبن بودرة. هنا عندنا حبة البركة، طبعا معلقة كبيرة، ده للتزيين او للوش. هنا عندنا كوباية مية حسب نوعية دي، ممكن ما نستخدمهاش كلها، وممكن كمان ان انتي تستخدمي حبتين شوية فوقيها على حسب نوعية الدقيق اللي انتي بتستخدميه. طبعا احنا هنا هنضيف اختصارا للوقت، هنضيف اللبن، وهنضيف الخميرة، وهنضيف ماء العجن، وبعدين نعجن العجينة ونرجع لكم. كده يا بنات بعد ما خلصنا عجن العجينة هنستنى طبعا مش اقل من نص ساعة لما تخمر ان شاء الله وتملى الطبق بتاعها اللي احنا حاطينه فيها. وبعد كده نبدأ نعمل الصلصة ونشوف الحشو مع بعض. شوفوا يا بنات، هنا الحشوات احنا جهزناها. اول حاجة هبدأ معاكم الصلصة. انا عملتها الصلصة بتاعة البيتزا او صلصة الكونكازيه. هنا عملنا فصين توم حمرناهم في اقل من هنا يا بنات حطيت فصين توم مع معلقة زيت صغيرة، وحمرتهم لما اخدوا اللون الذهبي. بعدين حطيت عليهم معلقتين صلصة وزودتهم عصير طماطم، وبعد كده حطيت عليهم رشة سكر ورشة ملح خفيفة وشوية زعتر. هنا عندي فلفل الوان، فلفل احمر واخضر واصفر. وهنا دي يا بنات فراخ سلقناها وفصصناها كده زي ما انتم شايفين. وهنا طبعا عندي تشكيلة اجبان، عندي جبنة رومي، وعندي جبنة موتزاريلا، وعندي جبنة. ودي يا بنات الجبنة الشيدر اللي هي بنحطها على البرجر، بتبقى مغلفة كده، مغلفة بالبلاستيك، وده بيكون شكلها كده. هنا طبعا العجينة عندنا اختمرت. هنبدأ معاكم وهنشتغل ونوريكم. شوفوا كده يا بنات، احنا خدنا قطعة عجين، هنبدأ ان احنا نفردها. طبعا بتفرديها على دقيق علشان تقدري ان انت تحطيها في الصينية بكل بساطة. طبعا دي هنعملها بشكل مختلف شوية عن الشكل المعتاد. طيب يا بنات هنفردها ونرجع لكم اختصارا دلوقتي. شوفوا كده يا بنات، دي بعد ما فردناها هنحط الصلصة عليها كده. كل ما الصلصة بتاعتك كانت سميكة كانت افضل بكتير، لسبب ان لما تكون فيها سيولة شوية فده هيخليها ان هي تطرى ومش هتطلع مقرمشة، وهتطلع طرية جدا ومش هيطلع طعمها حلو. شوفوا كده يا بنات، بعد ما حطينا الصلصة وحطينا الفلفل الالوان، هنضيف قطع الفراخ زي ما انتم شايفين كده. شوفوا يا بنات، بعد ما ضفنا الصلصة والفلفل الالوان وبعدين الفراخ وبعدين حطينا الزيتون الاسود. انا طبعا نسيت اني اقول لكم عليه. حطينا معاهم زيتون اسود. هنحط جبنه موتزاريلا وجبنه رومي. شوفوا كده يا بنات، بعد ما ضفنا الجبنه الرومي وبعدين الموتزاريلا هنبدا دلوقتي ان احنا نقفلها. عفوا الصوت يا بنات. بصوا بنقفليها ازاي.
هيبقى شكلها جميل، واول مره ان انتي تعمليها، او حتى لو انتي عارفه ان هي بتعمل كده برضو شكل جميل وغير المعتاد. حتى لو عندك عزومه وحابه ان انتي تاكلي وحابه ان انتي تقدميها لضيوفك، بتعمليها كده بشكل بيكون شكلها جميل وشكل حلو مش معتاد. حاليا هنقولها للصينيه ونوريكم اللي بعد كده. يا بنات احنا فردنا العجينه في الصينيه، طبعا خليناها اعلى من الصينيه او اكبر من الصينيه علشان هنا ضفنا الجبنه زي ما انتم شايفين كده، ونبدا ان احنا نتني عليها الحرف بحيث ان هي تبقى الطرف بتاعها محشي زي ما انتم شايفين. كده نبدا نضيف الصلصه عليها. شوفوا هنا يا بنات بعد ما انتهينا كده، احنا طبعا بنلمع وشها كده باللبن، لان احنا مش بنحب زفرة البيض. ومهما حبيتي ان انت تحطي فلفل اسود او اي نوع بهارات او توابل بحيث ان هو يشيل زفرة البيض، لا مش بتتشال، وعلشان كده احنا بنحط اللبن. طبعا بعد ما دهناه بلبن هنحط له حبة البركة، ولو عندك زعتر ضيفيه، او لو حابه ان انت تحطي زعتر وحبة البركة مع بعض برضو هيكون حلو كده زي ما انت شايفه. بالنسبه هنا يا بنات للبيتزايه دي، احنا زي ما وريناكم ان احنا حشينا الاطراف بالجبنه الشيدر، وهنا حطينا الصلصه وبعدين الفلفل الالوان وبعدين الفراخ والزيتون وبعدين جبنه رومي والجبنه الموتزاريلا. شوفوا يا بنات كده بعد ما انتهينا وطلعناهم، دي بعد ما استوت. طبعا انا مش هقدر اطلعها من الصينيه بتاعتها لسبب ان هي ما زالت سخنه، فانا مش قادره ان انا اطلعها. هنا احنا طلعنا البيتزايه، طبعا دي القطعه دي اللي اتبقت من البيتزايه الاولى، علشان مفيش تاني غير هما الثلاث قطع دول. وبعدين البيتزايه التانية اهي زي ما انتم شايفين كده، شكلها جميل وريحتها تحفة وطعمها فظيع. طبعا اللبن بيخليها ان هي تحمر زيادة عن اللزوم. هنا يا بنات هنا كده البيتزا زي ما انتوا شايفين، وانا كنت حابة ان انا اوريكم البيتزا دي، بس للأسف ان هي سخنة جدا فانا مش قادرة ان انا اقطعها لكم واوريها لكم من جوه، لكن هي بتبقى جميله جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وتضغطوا الجرس اسفل الفيديو لكي يصلكم كل جديد. وما تنسوش تزوروا صفحتنا على الفيسبوك وحسابنا على الانستجرام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هتوحشوني.